السلام عليكم، عسلامة أصدقائنا الهواة. اليوم رانا 27 رمضان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إن شاء الله كما وعدناكم إن شاء الله اليوم يكون إن شاء الله الناس اللي راهم راح يفوزوا معنا في المسابقة الرمضانية، والحمد لله الله يبارك. والله غير نحمد ربي ونشكره لأنه هذه الخطرة شاركوا معنا كل ولايات الوطن وشاركوا معنا من خارج الوطن. هذا فضل الله علينا، لأنه أنا نشوف باللي الهواية راهي كبرت، واللهم صل على محمد. هذا فضل من الله عز وجل. المهم إن شاء الله اليوم نذكروا الأسئلة ونذكروا الأجوبة تاعها. هكذا أصدقائنا. بسم الله. قلنا السؤال الأول: متى تم إصدار أول طابع بريدي جزائري بعد الاستقلال؟ هذا السؤال. الجواب تاعو هو أول طابع بريدي صدر في الذكرى الثامنة لاندلاع الثورة التحريرية في أول نوفمبر 1962. هذا السؤال الأول والجواب الأول. أما الجواب الثاني هو: اذكر القطع والأوراق النقدية التي أصدرتها الجزائر سنة 1964. الأوراق هما 4، هي ال5 دينار، ال500 وال10 دينار وال50 دينار وال100 دينار الزربية. هذه سنة 1964. والقطع كانوا 7 مقسمة إلى سنتيمات: 1 سنتيم، 2 سنتيم، 5 سنتيم، 10 سنتيم، 20 سنتيم، 50 سنتيم، 1 دينار. هذا الجواب الثاني تاع الأوراق والقطع النقدية. وإن شاء الله يا ربي نبداو في الفرز للمسابقة. بسم الله. اصبروا شوية نشوفوها هكذا. اللهم صل على محمد. علي أرواح خلط مليح ورفد. خلط مليح، خلط صحيح. ارفد وحده. بسم الله. ان شاء الله الجائزة الأولى إلى نجاة رمضاني من ولاية بجاية. نجاة رمضاني من ولاية بجاية. هاي لك نجاة رمضاني من ولاية بجاية. بسم الله. دوكا الثاني أحمد أرواح وليدي. هيا خلط مليح، زيد خلط. هيا دير نية. ارفد وحده، ارفد أي وحدة، ارفد وحدة. بسم الله. أعطيها لي. بسم الله. والفائز الثاني معنا الله يبارك بالجابلية طاهر من ولاية سكيكدا. بالجابلية طاهر من ولاية سكيكدا. ما شاء الله. هكذاك صفقوا. والفائز الثالث إن شاء الله على بركة الله. بسم الله. علي أرواح. زيد خلط. صبر بالك الكاميرا. ارفد وحده. بسم الله. بسم الله. والفائز الثالث موسى ربيع النيلي ولاية المسيلة. موسى ربيع النيلي من ولاية المسيلة. والله يا خوتي اللهم لك الحمد والشكر. هنيئا للفائزين اللي كانوا معنا في المسابقة. والله غير درتها وربي شاهد انه كاع الناس شاركوا معنا، ما كاين لا زايد لا ناقص. هايليك باش تشوفوا معنا. هاوليك موفق سيد احمد مستغانم، بن بالا ريان، بوديب مريم دلس. باش راكو والله يا ربي شاهد هذه المسابقه اللي درتها كيما نقولوا من مجهودي الخاص، لانه كاين واحد والله قال لي كيفاش راك داير مسابقه وراك هادو جوائز راك تمد فيهم وكذا. شوفوا والله نقولها لكم وسمعوني. انا انسان والله غير مانيش جمعيه، ما هي الدوله دعم فيا، ما حتى حاجه. درتها من مجهودي الخاص، وان شاء الله ربي يتقبل منا. هنيئا للفائزين ان شاء الله، وان شاء الله ربي يوفقنا في حب الهوايه. والجوائز اللي حاب يستلمها يجي عندنا يرفدها من عندنا. ومرحبا بكم جميعا. ودائما شعارنا هو نلتقي لنرتقي.